عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وباحوال طيبه ان شاء الله، في اطار تهيئات لرمضان الكريم. والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين. عندنا اليوم ان شاء الله البريوات باللوز اللي عندنا لهم المقادير التاليه كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنا اللوز، عندي ما يعادل كيلو ديال اللوز اللي 500 غرام حمرته كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل، و500 غرام خليتها هكا مسلوقه. كيف ما كيعرف الجميع اللوز كناخذوه ونطيبوا الماء مزيان ونوضعوه في الماء ونحيدوا له القشور ديالو وكيولي على هذا الشكل. وعندي ايضا كيف ما كتشوفوا معايا القرفه، عندي 2 معالق ديال الزبده من النوعيه الممتازه اللي غادي نذوبهم، عندي ماء الزهر، المسكه الحره اللي غادي ندقها مع شويه السكر سنيده، وعندي كاس ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام ديال السكر سنيده. اللي بغى يزيد يزيد، فهنا كنحاول انني نتفادى السكر لحقاش غادي يتطفاو في العسل ان شاء الله. اذا هادو هما المقادير اللي عندي للبريوات باللوز كيف ما كتشوفوا معايا. خليكم معايا باش نشوفوا طريقه التهيئ ان شاء الله. بركه الله، بسم الله. غادي نبداو نهيئوا في البريوات باللوز اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا هنا، اللوز المحمر اللي طحنت واللوز اللي كان باقي خضر. غادي نضيف لهم 2 معالق الزبده اللي ذوبت، تقريبا معلقه صغيره القرفه، المسكه اللي حاولت انني نطحنها مع شويه ديال السكر سنيده، وماء الزهر. غادي نحاول انني نخلط الخليط بيدي. كنتمنى انكم ديروا بعين الاعتبار هذه الطريقه، راه كيجيو البريوات لذاذ باللوز محمر، النصف محمر والنصف عقده عاديه. دا غادي نبقى نعلك فيها او ندلكها مزيان تنسجموا العناصر مع بعضياتهم. ونحصل على عقده معلكه كيف ما كنقولوا. غادي نزيد القليل د ماء الزهر، العقده اللي هيئت معكم كتجي على هذا الشكل اللي غادي نكون منها كويرات وندوزو باش نطويو البريوات مع بعضياتنا ان شاء الله. خليكم معايا. غادي نبداو نهيئوا مع بعضياتنا الكويرات اللي غادي نصوبوا بهم البريوات. الحجم ديال الكويرات كيبقى على حسب الكبر او الصغر ديال البريوات. كيف ما كتشوفوا معايا فهنا عندي الورقه ما شاء الله طريه اللي غادي نبدا نشكل الباندات اللي غادي نهيئوا بهم البريوات. غادي نحيد هاد القنيت وغادي نحسب اما 2 صباع الا بغيتوها صغيره او 3 الا بغيتوها كبابره. انا غادي ندير غير الجهد ديال 2 صباع. كناخذ الباندا اللي قطعت وننزلها على الطريف الاخر ونولي نقطع نفس القياس. الورقه بعد ما كنقطع الباندات كنوضعها في البلاستيك باش ما تنشفش. لا على بركه الله غادي نبداو نطويو في البريوات ديالنا. كيف ما كنقول لكم دائما الورقه الجهه الحرشه هي اللي تكون من الداخل.
وغادي نبداو على بركه الله. باش نسرعوا عمليه الطي فانا كنخدم بكميه كثيره، يعني بسم الله. غادي نبداو نطويو، انا كنطوي وانا كنعطي الشكل ديال البريوه، وكنحاول ان نسرح الحشو يمشي للقناه. هنا عندي خليط ديال الدقيق والماء اللي غادي نجمع به البريوه ديالنا. غادي نعاود نطوي بريوه واحده اخرى معكم، وانا كندخل العقده في القناه وكنعطي البريوه الشكل المثلث كيف ما كتشوفوا معايا، وكنضيف ليها الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا، الدقيق اللي مخلط هو والماء، وكتجينا البريوه على هذا الشكل. نتمنى تكون عمليه طي د البريوه واضح. بسم الله وعلى بركه الله. غادي نبداو نقليو في البريوات ديالنا. اللي عندي هنا العسل اللي وجدت، العسل المنزلي. غادي نخلي لكم ان شاء الله فيديو خاص كيفاش نديرو نصوبوا العسل المنزلي الناجح 100%. هنا وضعت الزيت تسخن، انا كنفضل الانيه تكون غارقه اللي نقلي فيها، وغادي نبداو على بركه الله ان شاء الله. اذا بعد ما سخنات الزيت فغادي نبداو نديرو فيها البريوات يتقلاو. بسم الله على بركه الله. كنبدا نحرك، يعني هاد العمليه ديال التحراك كنستمر بها حتى كنشوف البريوات ديالنا تحمروا ان شاء الله. وانا كنحرك وهما كياخذوا لون ذهبي موحد. كيف ما كتشوفوا معايا انا البريوات بداو كياخذوا اللون الذهبي اللي غادي نكثرهم الزيت ونحطهم في العسيله كيف ما قلت لكم المنزليه. غادي نضغط عليهم مزيان حتى يتشربوا العسل. غادي نخليهم اطول مده ممكنه في العسل باش يتشربوا ويجيو معلكين من الداخل. استمر باضافه البريوات في الزيت يتقلعوا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. نتلاقاو في التزيين ان شاء الله. خليكم معنا. البريوات باللوز اللي هيئت معكم جاو على هذا الشكل واخدين اللون الذهبي الرائع. نتمنى تكونوا تبعتوا معايا جميع المراحل
باش تحصلوا على بريوه ناجحه بهذا الشكل، والى شهيوه من شهيوات ام عليا الرمضانيه.